هنكمل مع بعض أحلى سلسلة مخبوزات حول العالم، والنهاردة هنروح اليابان. هنعمل خبز الحليب أو المشهور أكتر بالميلك بريد، واسمه الحقيقي هوكو كايدا. انتشر الهوكو كايدا في اليابان في العصر الحديث، وبدأ يظهر بشكل ملحوظ جدا في الكافيهات الآسيوية. وعشان الخبز ما كانش من عاداتهم ولا تقاليدهم خالص، فقرروا يدخلوه، فحبوا إنها تكون وصفة مميزة وبطريقة مبتكرة عشان الخبز الخاص بيهم، فعملوا له خليط من الدقيق والمية قوامه مطاطي، نفس فكرة البولش في البيتزا الإيطالي كده. بس بدل ما يعتمدوا على طريقة التخمير، اهتموا بالقوام المطاطي وسموها تانج زونج. وتقدروا تدخلوا التانج زونج دي في أي نوع مخبوزات، هيطلع معاكم طري وهش جدا. وقبل ما نبدأ وصفتنا، أنا ريهام، اللي لسه بيتابعني أو ما يعرفنيش، لايك وشير للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وتتابعوني على الفيسبوك والتيك توك عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا عملت منه كمان فرنش توست، طلع الخبز أصلا تحفة وهش جدا وطري وطعمه حلو قوي. ويلا بينا نشوف عملنا وصفتنا ازاي. أول حاجة هنبتدي بيها وهي التانج زونج. معانا 20 جرام من الدقيق، معلقة ونص اللي هي المعلقة بتاعة الأكل. هنحط عليها 80 جرام من المية، ونقلبهم كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي في المية تمام، وميبقاش فيه أي تكتلات. نقدر نرفعه على النار لحد ما يبقى شبه المهلبية كده. ونقدر برضو لو في ميكروويف يبقى أحسن، هندخله 30 ثانية، هيبقى أحسن وأسرع طبعا. هنا هو بعد ما دخلته في الميكروويف 30 ثانية، هو ده القوام اللي احنا محتاجينه، مفيهوش أي تكتلات وقوامه مطاطي كده وحلو. هنسيبه بقى يبرد درجة حرارة الغرفة قبل ما نبتدي في العجينة الرئيسية. أنا هنا معايا 300 جرام من الدقيق، حطيت عليهم معلقة كبيرة من الخميرة اللي هي 10 جرام، ومعلقة كبيرة من اللبن البودر، ومعلقتين كبار من السكر. هنقلبهم كويس، بعد كده ننزل ببيضة كبيرة برضو بدرجة حرارة الغرفة، وهنحط عليها 90 جرام من الحليب برضو بدرجة حرارة الغرفة ياريت. وبعدين هننزل بخليط التانج زونج ونقلب كويس. ومهم جدا يكون التانج زونج بتاعنا برد عشان ما يبوظش البيضة. وهنقلب الأول بالمعلقة، وبعد كده هندخل كالعادة بإيدينا. وطبعا نقدر نستخدم العجان، لو في عجان نقدر نستخدم العجان. هنعجن في العجان أول 5 دقايق، وبعد كده هنبتدي نضيف الزبدة. طبعا هنعجن على ايدينا مش أقل من 10-15 دقيقة عشان العجينة بتاعتنا تبقى ناعمة وطرية. أنا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات، وطلع معايا الخبز الحليب حلو جدا. ولو استخدمنا دقيق مخبوزات هيطلع أحلى وأحلى. تمام. أنا هنا كده بعد 5 دقايق من العجن، هنزل ب20 جرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة برضو، وهندمجها كويس جدا في العجينة بتاعتنا لحد ما تختفي. ونكمل عجن لحد ما العجينة بتاعتنا تبقى ناعمة. العجينة هتلاقوها شوية بتلزق معانا، وده قوامها مفروض يعني المطلوب فيها ان هي تبقى بتلزق. بس لو بتلزق معاكي قوي ضيفي معلقة او معلقتين دقيق، ما تضيفيش اكتر من كده، لان قوام العجينة في الاساس بيكون بيلزق. كده هي العجينة بتاعتنا تمام. هنقلها في بولة تانية مدهونة بالزيت، وهغطيها واسيبها تخمر لمدة نص ساعة. لو في الشتاء هنسيبها تخمر لمدة ساعة. هنا هو بعد ما عدت نص ساعة حجمها تضاعف، هنطلع منها الهواء، وبعدين هناخدها بقى على الكاونتر بتاعنا أو الرخامة. هنرش عليها رشة من الدقيق، وبعدين هنقسم العجينة بتاعتنا. أنا هقسمها ل4 على حسب حجم القالب اللي هتسوي فيه. يعني القالب بتاعك صغير ممكن تعمليها على 2 أو 3. القالب بتاعك حجمه طويل شوية زي بتاعي، فممكن نعملها على 4 كده. مش محتاجين نشابة لأن العجينة زي ما انتوا شايفين طرية جدا. بصوا بقى طريقة الفرد، بنفرد كده بإيدينا ونتني التلت ده، وبعدين نجيب التلت التاني عليها ونلفها
ونفردها كده بإيدينا أو بالنشابة اللي يريحك، وبعدين تلفيها كده زي الرول وتقفليها كويس من تحت عشان ما تفتحش. تمام. هعمل واحدة تاني هفردها بإيدي كده زي ما انتوا شايفين. بصوا العجينة طرية جدا وسلسة خالص. لو لقيتوها ان هي مش بتفرد معاكوا سيبيها 10 دقايق كمان الجلوتين يشتغل فيها. تمام. بعد ما نقطعها وزي ما شفتوا كده تنيتها 2 على بعض وبعدين لفتها العكس وفردتها تاني وبعدين لفتها الرول وهقفلها كده من تحت كويس عشان ما يفتحش مننا اثناء التسوية بالشكل كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا بقى جبت القالب بتاعي حاطه فيه ورقة زبدة ودهنها بالزبدة وندهن الجوانب بتاعة القالب كويس جدا من الزبدة عشان يدينا اللون الذهبي الحلو اللي احنا عايزينه. هسيبها تخمر تاني نص ساعة. هي صراحة اخدت تلت ساعة بس عشان الجو حر جدا، وهنغطيها كده ونسيبها تخمر. هنا هي بعد ما خمرت ده كده بعد تلت ساعة هنبتدي بقى معانا صفار بيضة عليها معلقة لبن ورشة فانيليا هندهن بيها بس ندهن بالراحة خالص عشان ما نطلعش الهوا من العجينة بتاعتنا. تمام كده ندهن بالراحة خالص. والفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180. أخدت معايا 25 دقيقة بالظبط. ممكن كمان تحطي صينية تحت فيها مية مغلية بحيث ان هي توزع بخار جوه عشان المخبوزات بتاعتك ما تنشفش. انا ما استخدمتش صينية فيها مية ولا اي حاجة. هنا هو بعد ما طلع انا سبته طبعا يبرد شوية عشان اقدر اطلعها. اول ما طلع غطيته بفوطة على طول عشان يبقى طري معانا. تمام. بصوا بقى هيطلع معاكوا هش واللون ذهبي حلو قوي. يعني لو عايزاه ياخد لون اكتر من كده ممكن تفتحي الشواية. انا هنا في الفرن بتاعي مشغلتش الشواية خالص واخد اللون الحلو ده. لو عايزة اكتر من كده ممكن نشغل الشواية. ولو اخد لون قبل ما يستوي من جوه غطيه بورقة زبدة وورق فويل وسيبيها تستوي عشان ما يتحرقش منك. بس بصوا جوه هو كان لسه دافي وطلع بقى بالجمال والحلاوة دي. متخيلين لما يبرد كمان بقى هيبقى عامل ازاي؟ بصوا عامل زي الاسفنجة بالظبط. بصوا كأنك ماسكة اسفنجة في ايدك كده. وده طبعا بسبب التانج زونج بتخليه هش وطري جدا وتحسي ان ايه ان التوست بتروح وتيجي معاكي. انا قطعتها عريضة عشان انا هعملها فرنش توست. ورا الكاميرا مستنيين الفرنش توست بمنتهى السرعة. يعني عايزينه على الأوج بسرعة. بس كده الخبز بتاعنا خلص. انا هنا عملته فرنش توست طبعا باللبن والبيض واللي حطيتها على الوش دي كريمة مخلوطة بالقشطة اللي هي بتاعة اللبن بتاعة وش اللبن. وحقيقي نقلت الكريمة في حتة تانية خالص. جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا. لو لسه بتشوفوا الفيديو لحد هنا فشكرا ليكم. اللي ما يعرفنيش او لسه بيتابعني جديد انا ريهام. هستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم وما تنسوش اللايك والشير والمتابعة.